يساعد على رفع كفاءة تقصير الذكورة، وده موسم الإنتاج اللي أنا بحتاج فيه البيض ما يكونش فيه رايق، بتزيد من إنتاج البيض، كمان بتزيد وزن الزغاليل بتاعتنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هقدم حاجة مفيدة جدا للحمام بتاعنا، هتساعدنا في زيادة انتاج البيض، هتساعدنا في تحسين مستوى الخصوبة بالنسبة للذكورة، هتساعد كمان في رفع مناعة الحمام بتاعنا، هتخلي الحمام بتاعنا مناعته كويسة، مضاد بكتيريا، مضاد للالتهابات، فيها فيتامينات متعددة جدا هيحتاجها الحمام بتاعنا في موسم الشتاء. لو انت بتدور على انتاج البيض، بتدور على تحسين مستوى الخصوبة، البيض الرايق، البيض اللي هو غير مخصب، ده هتلاقيه في العشبة اللي احنا هنقدمها النهارده. عشبة تعتبر بمثابة جميع الأدوية والتحصينات اللي أنا بدور عليها في موسم الإنتاج، موسم الشتاء. كمان مش هيجي لنا أمراض بالنسبة للعشبة دي لو قدمناها. من أفضل الأعشاب اللي أنا بدور عليها وبحتاجها بالنسبة للحمام بتاعنا وبقدمها للحمام بتاعي طوال موسم الشتاء. عايزين نحسن كمان من مستوى وزن الزغاليل، يبقى لازم تهتم بالعشبة دي. العشبة دي ثمنها رخيص جدا ولا غنى عنها بالنسبة للحمام بتاعنا، وهي عشبة المورينجا. تقديمها سهل وبسيط جدا، ولكن قبل ما اتكلم على طريقه تقديمها اتكلم على فوائدها العظيمه بالنسبه للحمام بتاعنا. ومن اهم فوائد عشبه المورينجا ان هي بتحتوي على نسبه كبيره جدا من الكالسيوم، وده اللي بتفتقده او بتعاني منه بعض الاناث، اللي هو طبعا بيساعد على عمليه انتاج البيض. تحتوي كمان على فيتامين ج اللي هو بيرفع المناعه بتاعه الحمام بتاعنا او بيعزز من مناعه فرد الحمام بتاعنا. بيعالج كمان امراض الكبد والكلى للحمام والطيور ويحافظ عليها من التلف، يعني يعتبر منشط كبدي ومضاد سموم طبيعي جدا للحمام بتاعنا. مش هحتاج لمضادات السموم اللي هي بيكون ثمنها غالي، او مش هحتاج للمنشط الكبدي اللي هو بيكون ثمنه غالي اذا كان بيطري او اذا كان بشري. ده الاقيه في نبات المورينجا اللي هو بيعتبر منشط كبدي طبيعي جدا جدا للحمام بتاعنا، ويعتبر من اهم المنشطات الكبديه اللي انا بقدمها للحمام بتاعنا طوال موسم الشتاء. كمان بتعمل على علاج فقر الدم لوجود عنصر الحديد، وبتعمل كمان على علاج مشاكل التسيف والهزلان الناتج عن سوء التغذية. يعني مش هنلاقي الحمام بتاعنا لا فيه نسبة تسيف ولا طبعا الهزلان اللي هو بيحصل للجسم بتاعنا نتيجة سوء التغذية. بعض الحمام لما بنكلف بنلاقي بعض الحمام ما بيقبلش على الكلفة، ان شاء الله دي هتنتهي تماما. حالات التسيف اللي هي ممكن تلاقي بعض الأسوس عندنا حصل لها حالة تسيف، بيكون ده طبعا ناتج عن الإجهاد اللي هو بيحصل نتيجة الإنتاج المستمر. يعالج ايضا امراض الالتهاب المفاصل اللي هي بتصيب الحمام بتاعنا، اللي هو برضه بيبقى ناتج عن نقص الكالسيوم. يعمل على تحسين عمليه الهضم وتنظيف الجهاز الهضمي، بيمنع حالات تحجر الحويصله سواء للحمام بتاعنا الاسوس الكبيره او تحجر الحويصله اللي احنا ساعات بنلاقيها عند الزغاليل بتاعتنا. يعني يعتبر 2 في 1، بينظف الجهاز الهضمي من السموم وبيساعد على عمليه الهضم بالنسبه للزغاليل اللي هي تحجر الحويصله، او المهضم اللي انا بحتاجه للحمام بتاعنا، مضاد سموم ومهضم طبيعي جدا للحمام وللزغاليل خاصه. لو احنا بندور على مضادات السموم هنلاقيها ان شاء الله في نبات المورينجا اللي احنا بنقدمه للحمام بتاعنا. يساعد على رفع كفاءة تقصير الذكورة، وده موسم الانتاج اللي انا بحتاج فيه البيض ما يكونش فيه رايق، فلازم ان انا اقدم نبات المورينجا، ولو مرة واحدة بس في الاسبوع هتحسن من عملية التخصيب، مش هتلاقي عندك بيض رايق. فلو انا بدور على السيلينيوم هو موجود اهو في نبات المورينجا اللي احنا قدمناها للحمام بتاعنا. يساعد على تقوية الريش ويزيد من بريقه ولمعانه. خارجين من فترات القلش، عايزين الحمام بتاعنا يبقى الريش بتاعه قوي، وكمان الريش بتاعه يبقى كويس وبتستف بمعنى صح، يبقى لازم ان احنا نقدم نبات المورينجا. يقلل من مشاكل كبس البيض وموت الأجنة في موسم التزاوج اللي هي بتحصل نتيجة الرطوبة العالية أو نتيجة انخفاض درجات الحرارة. في تلك الحالتين ممكن يحصل كبس للبيض، فلو اهتمينا بتقديم العشبة دي بإذن الله هتنتهي تماما وهتختفي من عندنا وهتزود الإنتاج بتاعنا. له القدرة في رفع معدل التحول الغذائي للزغاليل، وده طبعا بيساعد على زيادة وزن الزغاليل بتاعتنا. يحسن من أداء القلب والأوعية الدموية، مصدر جيد للأحماض الأمينية اللي احنا بنحتاجها بالنسبة للحمام بتاعنا بشكل مستمر. يعني عشبة المورينجا تعتبر كاملة متكاملة بالنسبة للحمام بتاعنا، بتحتوي على فيتامين ج وبتقوي جهاز المناعة بتاعت فرد الحمام بتاعنا، بتحارب الأنيميا، مضاد للبكتيريا والالتهابات، بتزيد من إنتاج البيض وبتزيد من الخصوبة، وكمان بتزيد من زيادة وزن الزغاليل بتاعتنا. يعني كل اللي بدور عليه للحمام بتاعنا هلاقيه في نبات عشبة المورينجا اللي احنا بنتكلم عليها النهارده. كامله متكامله بالنسبه للحمام بتاعنا، بتعالج الامراض، بتعالج كل حالات نقص البيض، بتعالج الخصوبه، بتزود من وزن الزغاليل. ده اللي انا بحتاجه فعلا طوال موسم الشتاء وطوال موسم الصيف، بتغنيني عن كل الادويه والتحصينات اللي انا بحتاجها للحمام بتاعي طوال موسم الشتاء. طريقه تقديمها سهله وبسيطه جدا، ان انا اغلي ميه
واحطها على فنجان كاني بعمل كوبايه شاي كشري بالظبط، وبحط عليها معلقه من عشبه المورينجا تكون جايه طبعا مطحونه، بحط منها معلقه كبيره على الفنجان ده واسيبها ان هي تبدا ان هي تتفاعل مع بعضها. بعد كده بقدم الفنجان او الكوبايه اللي انا عملت منها العشبه بتاعه المورينجا دي، بقدمها على لتر ميه. اهم حاجه ان احنا نعطش الحمام يا جماعه عشان يستفاد باي جرعه، اذا كانت اعشاب او اذا كانت ادويه. بعطش الحمام بتاعي لا يقل عن 4 ساعات، ده عشان الحمام بتاعنا يستفاد باكتر جرعه يحتاجها من الاعشاب او الادويه اللي انا بقدمها. دي كده يا جماعه كل فوائد عشبه المورينجا اللي انا قدمتها للحمام بتاعي النهارده، وهي لا غنى عنها بالنسبه للحمام بتاعنا طوال موسم الصيف او طوال موسم الشتاء اللي احنا فيه ده، عشان تنتج وتطلع وزن الزغاليل بتاعتك كويسه، تحافظ على الحمام بتاعك من اي امراض اذا كانت امراض بكتيريه وامراض فيروسيه، وتحافظ كمان على مستوى الخصوبه بالنسبه للذكوره، وتحسن من مستوى البيض عند الحمام بتاعنا. دي كده الفوائد اللي قريناها مع بعض، طريقه تحضيرها اللي احنا قدمناها للحمام بتاعنا. يا رب كده ما اكونش طولت عليكم في الفيديو، اتمنى كده اللي ما اشتركش عندي في القناه يشترك دعما لي ودعما للقناه، وما تنساش تفعل زر الجرس لتصلك كل فيديوهاتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.